السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعر الذهب في مصر الآن في حالة جنون وخرج عن السيطرة. هتسمع طبعا الفترة دي كل واحد فينا بقى عنده رقم. هتسمع 3500 جنيه لعيار 21، وهتسمع بعض الأقاويل عن 4000 جنيه، وهتسمع كمان 4500 جنيه لعيار 21. ومين يزود كل ده؟ ولسه شهادات ال25% في يناير لسه ما جاتش ولسه ما تفكتش. طبعا الكل عارف ميولي واتجاهاتي رايحة لحد فين. مصر دلوقتي بقى فيها 100 مليون اقتصادي. مصر دلوقتي بقى فيها 100 مليون محلل وخبير. مصر دلوقتي بقى فيها 100 مليون محافظ بنك مركزي. ولكن أنا جاي أسأل حضرتك سؤال ومحتاج إجابة عليه. الناس اللي بتشتري دلوقتي على سعر 3000 جنيه و3100 جنيه و3200 جنيه لعيار 21، حضرتك عارف انت بتراهن على فين؟ طيب حضرتك عارف السيناريو المتوقع اللي احنا هنشوفه هو ايه؟ حضرتك سألت نفسك سؤال مهم جدا جدا جدا: هل تم تبديل التواريخ؟ وهل تم تبديل السيناريو اللي احنا المفروض نشوفه؟ هل حضرتك سألت نفسك سؤال ان ممكن انت اللي تتحبس في الذهب وان شهادات ال25% ما تخرجش من البنك؟ هل سألت نفسك سؤال ان حضرتك ممكن تتحبس وكمان شهادة ال25% ممكن كمان اللي هيخرجوا منها يتحبسوا مع حضرتك؟ كل ده هجاوبك عليه النهاردة، وهجاوبك على سؤال مهم كمان: هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ كل ده هنتكلم فيه، وما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب يتواصل معايا بشكل شخصي طبعا يقدر يتواصل معايا عن طريق لينك جروب التليجرام او الواتساب، بيبقى اسرع من اليوتيوب. ده هسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق. يجي بقى للمهم: لو حضرتك بتشتري ذهب من اول 2800 جنيه و3000 و3200 جنيه لعيار 21، والغرض من الشراء ان كده حضرتك بتستثمر فلوسك، يبقى كده حضرتك غلطان. حضرتك اشتريت علشان خاطر حاجة من التلاتة: يا اما حضرتك شايف ان شهادات ال25% هتتفك ومفيش شهادة جديدة هتحصل ولا في تحريك في سعر الصرف والذهب رايح ل 3500 و 4000 جنيه. يا اما تاني حاجة حضرتك بقيت شايف ان الصورة سودة وان الذهب مش نازل تاني. يا اما تالت حاجة ودي المهمة: ان حضرتك دلوقتي اشتريت بالاسعار دي علشان خاطر تبدأ ان انت تبيع في شهر يناير، لان الشهادات لما تتفك هيبقى في سيولة في السوق والاسعار هتعلى اكتر من كده، وحضرتك تقدر تكون بعت واستفدت بالفرق بتاع المبلغ اللي اشتريت بيه واللي بعت بيه، وكده تبقى استفدت من اللي انت شفته قبل كده في شهادات ال18%. كل ده انا بحترمه وعلى راسي، لكن انا النهاردة جاي اتكلم مع حضرتك في سيناريو مختلف واعرض لك وجهة نظر مختلفة تماما، مع العلم ان التجار عارفة ان الهوجة بتاعة الشراء دلوقتي بغرض المضاربة او بغرض ان حضرتك تشتري دلوقتي وترجع تبيع في يناير وقت فك الشهادات وترجع تحقق مكسب، وكمان ترجع تشتري تاني لما الذهب ينزل. كل ده كويس جدا وده اللي حضرتك شايفه. انا دلوقتي هعرض لحضرتك وجهة نظر وحضرتك صاحب قرارك. عجبتك وجهة النظر فكر فيها، ما عجبتكش انت حر. والذهب فضل ماشي بنفس المعدل اليومي اللي هو ماشي عليه كل يوم بيزيد له من 80 ل 100 ل 120 جنيه، يبقى حضرتك هتدخل يوم 1 يناير سعر جرام 21 مش اقل من 3500 جنيه. ده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي على الواقع اللي احنا ماشيين عليه. طيب اذا اصحاب شهادات ال25% منطقيا كده هتخش شهر يناير على سعر دولار بيتراوح في السوق السوداء او السوق الموازي ما بين 56 جنيه و57 جنيه، وعيار 21 ب 3500 جنيه. يعني انت عايز تقول لي ان اصحاب الشهادات حتى لو هم هياخدوا 19% او لو اتجددت شهادة ال25% كده هم ما بيخاطروش وزيرو مخاطرة،
هتيجي تقول لي اصحاب الشهادات دي هتاخد كام في المية؟ لما هي قدامها تاخد 19 او 25 هتقول لي 40%. هقول لحضرتك هات ال 3500 جنيه واضربهم في 40%، هيدي لحضرتك اجمالي 1400 جنيه مكسب. ده لو هو هيكسب 40%، يعني توتال الجرام هيعمل مع حضرتك 4900 جنيه. سألت نفسك هل بقى الدولار وقتها هيبقى بكام؟ اقل واجب مع حضرتك من 67 ل 70 جنيه. هل الكلام اللي حضرتك شايفه ده في القريب العاجل الكلام ده منطقي؟ ان انا اقنع واحد متعود على زيرو مخاطرة ان هو هيخاطر بالرقم ده في حين ان الذهب بيتذبذب طالع نازل كل شوية؟ بلاش دي. ايه رأي حضرتك لو انت دخلت يناير بدولار موازي ب55 جنيه، ودخلت بدولار صاغة 58 جنيه، ودخلت العيار 21 ب 3500 جنيه، واول ما دخلت يناير اتعمل لحضرتك شهادة كبيرة، بدأت سيولة ال25% تروح ناحية الشهادة. جزء راح ناحية الشهادة وجزء واقف عمال بيتفرج مستني اي تحرك جديد. بعد طرح الشهادة شفت حضرتك دولار الموازي ريح شوية 2 او 3 جنيه، وشفت بعدها دولار الصاغة نزل هو كمان وريح 2 او 3 جنيه، وشفت كمان سعر عيار 21 بيتراوح ما بين 3000 و 2950 جنيه. هنا بقى مربط الفرس. بمعنى ايه؟ في جزء هيروح ناحية الشهادة كده كده اوتوماتيك لانه بيحب العائد الشهري، والجزء التاني هيبدأ لما يشوف ان الذهب نزل ل 2950 هيروح ان هو يشتري ذهب على امل ان الذهب يطلع تاني ويلعب ما بين 3300 وهو كان قبل كده 3500. وقتها هنا لو ده حصل بعدها تم تحريك سعر الصرف وتم التعويم، وحضرتك شفت دلوقتي ان السعر ساب كل ده، ذهب بدولار موازي بكل حاجة انخفض. هنا حضرتك الكل هيبقى اتحبس، وانت هنا لميت كل السيولة من السوق. في شهادة حبست وفي ذهب حبست، وكده كده في ناس هتبقى اتحبست في الدولار بتاع الموازي لما هيكون مرتفع، وما حضرتك ما حملتش الموازنة العامة اي اعباء. انا هنا في الاول وفي الاخر بنقل لحضرتك كل الاراء بعيدا عن التوصيات، وكل واحد هنا صاحب قراره. في مثل كان بيقول لك زمان طول ما الطماع موجود النصاب بخير. لازم حضرتك تكون عارف ان اللي بيشتري ذهب دلوقتي بيشتري ذهب بغرض المضاربة، ولازم حضرتك زي ما عايز تكسب لازم حضرتك برضو كمان تكون متحمل الخسارة. المستثمر دلوقتي هو عارف كويس قوي ان حضرتك بتيجي تشتري ذهب وقت ما الناس بتبيع، وطبعا العكس طبعا حضرتك بتبيع وقت ما الناس بتيجي تشتري. المضاربة في الاول وفي الاخر هي رزق ونصيب، ويا ريت كل واحد يرضى بنصيبه ورزقه. هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ قولا واحدا انا وجهة نظري لا، الوقت الحالي مش مناسب للشراء. ايا كان حضرتك شئت ام ابيت انت حر، دي وجهة نظري وهفضل مقتنع بيها لحد النهاية، ولحد ما يحصل تحريك لسعر الصرف ونشوف السعر هيوصل بينا لحد فين. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري، ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وارد عليه. سلام.